السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير عليكم جميعا اخواتي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. واحب ابدا كلامي طبعا بصلاة الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى محمد. ومش عايزين ننسى الدعاء لاخواتنا في فلسطين ان ربنا ينصرهم ويرحم امواتهم وامواتنا اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. واكثروا من الدعاء والاستغفار والصلاة على الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم في نهار شهر رمضان. اللهم تقبل منا جميعا الصيام والقيام وصالح الأعمال. بسم الله الرحمن الرحيم. ويلا بينا نبدأ في موضوع الحلقة. طبعا احنا مش بس بنعمل نوش في حتة ان اكتر حدث يعني موجود في الوقت الحالي في الوسط الرياضي المصري ويمكن في الشرق الاوسط والناس متابعاه بشكل كبير جدا، ده لو ما كانش كمان عالمي. هتقول لي عالمي عشان الاهلي والزمالك، هقول لك بالظبط، بس خلينا نقول محلي او في الشرق الاوسط. وهي مباراة الاهلي والزمالك وانسحاب النادي الاهلي او اعتذار النادي الاهلي عن المباراة. سميها زي ما انت عايز تسميها، تقول لي عشان انت اهلاوي بقى هتطلع ايه تحلل وتبلل وتملل. احنا اتكلمنا في فيديوهات كتيرة ان احنا قرارات الاهلي كان فيها اخطاء، لكن برضو نحن ندعم مجلس الادارة وفي ظهره في اي قرار ياخده، بس لصالح النادي الاهلي. اي حاجة تكون لصالح النادي الاهلي احنا بندعم